السلام عليكم ورحمة الله. معكم محمد موسى من قناة مستر تك. أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله جايب لكم تقنية جديدة وميزة جديدة في هواتف سامسونج، ألا وهي سامسونج باي. سبق واتكلمنا قبل كده عن خدمة وتقنية أبل باي، وقلنا مميزاتها وعيوبها وكيفية تفعيلها وتشغيلها على هاتفك المحمول. ولكن كان من عيوب أبل باي إنها ما بتشتغلش على تليفونات سامسونج. فالنهاردة إن شاء الله، وعلشان ما نزعلش حامل موبايلات سامسونج، جايب لكم تقنية جديدة ألا وهي سامسونج باي. هنتكلم عن مميزاتها وكيفية عملها والأجهزة المتوافقة وكيفية تفعيلها. خليكم معانا لآخر الفيديو ومستر تك. في البداية لو بتتابعنا لأول مرة ما تنساش تضغط سبسكرايب والاشتراك في القناة، وما تنساش اللايك الجميل وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تك. سبق واتكلمنا قبل كده عن خدمة أبل باي وقلنا مميزاتها وعيوبها، ولكن كان من ضمن عيوبها إنها غير متوافقة مع هواتف سامسونج. ولكن النهاردة سامسونج بتفاجئنا بخدمة سامسونج باي، وهي خدمة مشابهة جدا لأبل باي. فممكن تضيف فيها كروت الدفع بتاعتك وتدفع بضغطة واحدة. بمجرد ما تقرب موبايلك من ماكينة الدفع هتتم عملية الدفع بسهولة وأمان. ممكن تضيف أكتر من كارت لأكتر من بنك، وسواء كان فيزا أو ميزة أو كريدت. طب إيه هي سامسونج باي؟ هي خدمة دفع رقمية تتيح إليك إجراء المدفوعات باستخدام هاتفك المحمول. يعني هتقدر تعمل بيها جميع عمليات الدفع أو معاملات ال ATM، بشرط يكون متوفر فيها خاصية ال NFC. كيفية عملها: أولا التفعيل، وده بيتم عن طريق إضافة بيانات بطاقتك لخدمة سامسونج باي بهاتفك المحمول. ثانيا الدفع، وده بيتم عن طريق ملامسة موبايلك لمكنة الدفع أو ال ATM، بشرط تكون بتدعم خاصية NFC. نيجي بقى لمميزات سامسونج باي. حاجة الأمان، فتقنية سامسونج باي بتعتمد في الأمان على بصمة الإصبع أو الوجه. يعني مش هتحتاج تكتب باسورد أو تنساه أو يتسرق منك وأنت بتكتبه. تاني حاجة الراحة، سامسونج باي تتيح إليك الدفع من أي مكان وبدون حمل كارت أو بطاقات ائتمان، لأنك هتقدر تضيف فيها جميع بطاقاتك سواء كانت فيزا أو ميزة أو كريدت والجميع البنوك. تالت حاجة السرعة، يمكن إتمام عمليات الدفع بسرعة كبيرة جدا بعكس الكروت والبطاقات العادية. يعني مش هتحط الكارت وتكتب الرقم السري ويطلع غلط وتعيد تاني، لا انسى بقى الكلام ده كله. العملية هتتم معاك في ثواني. طب ايه هي الأجهزة المتوافقة مع سامسونج باي؟ الأجهزة المتوافقة مع سامسونج باي زي مثلا اس 21 جي، 21 جي بلس، ونوت 20 ونوت 20 الترا، واس 20 واس 20 بلس واس 20 الترا، وأجهزة وموديلات كتير من هواتف سامسونج. نيجي بقى لكيفية تفعيل وتشغيل سامسونج باي. أول حاجة طبعا هتحمل التطبيق سامسونج باي أو سامسونج واليت من جوجل بلاي أو من سامسونج آب. ده طبعا سامسونج باي ممكن تحمله من خلال سامسونج آب أو من متجر بلاي. هتكتب سامسونج باي، هيظهر لك هو أول حاجة. هتضغط على تثبيت، وبعد كده فتح. وبعد كده هتقدر تضيف بطاقتك بكل سهولة عن طريق بلس أو آد. بتفتح معاك الكاميرا وبتصور البيانات أو بتسجلها على التطبيق بشكل مانيوال. وهنا طبعا بعض الإرشادات والخطوات اللي هتعملها وأنت بتضيف كارت لسامسونج باي.
تفتح سامسونج وولت، هتضغط على إضافة، وبعد كده على إضافة مرة تانية، بطاقة الدفع، إضافة بطاقة الدفع، هتصور بيانات البطاقة. طبعا حضرتك مجرد ما بتضغط الكاميرا بتفتح عندك في الموبايل وبتصور بيانات البطاقة. وممكن طبعا تدخل بيانات البطاقة يدويا. هنا طبعا هتقرأ شروط الخدمة وتضغط على موافق. بعد كده هتظهر معاك بيانات البطاقة، هتتحقق طبعا من البطاقة بتاعتك. ومن هنا تقدر تضيف بطاقة تانية أو تتحقق من البطاقة بتاعتك. بعد كده بتضغط هنا للتفعيل، تضغط على كلمة تفعيل، وبكده البطاقة اتفعلت معاك وجاهزة للتشغيل. نيجي بقى لآخر حاجة، وهي إمتى التقنية ديت تكون متاحة بشكل رسمي. التقنية ديت بقت متاحة بشكل رسمي بالمملكة العربية السعودية، وقريب جدا هتكون متاحة في مصر. لكن حتى الآن مفيش بيان رسمي من وزارة الاتصالات بموعد إطلاقها، وهنعلن عن موعد إطلاقها فور إطلاقه رسميا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وشكرا على حسن متابعتكم. وبكده بقى نكون عرفنا سوا كل حاجة عن تقنية سامسونج باي. مش باقي بقى غير انك تحط اللايك الجميل وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تك. وما تنساش الاشتراك والمتابعة على صفحتنا على الفيسبوك والتيك توك، محمد موسى، مستر تكنولوجي ومستر تك. وشكرا على حسن متابعتكم.